أقبل المعتصم وجلس على كرسيه فقال: هاتوا أحمد بن حنبل. فجيء به، فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم: كيف كنت يا أحمد في محبسك البارحة؟ فقال: بخير والحمد لله، إلا أنني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمر عجيبا. قال له: وما رأيت يا أحمد؟ قال: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، فقرأت في ركعة الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الناس، ثم جلست وتشهدت وسلمت، ثم قمت فكبرت فقرأت الحمد لله، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد فلم أقدر، ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر، فمددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن مسجى ميتا فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. فقال له المعتصم: ويلك يا أحمد، والقرآن يموت؟ فقال له الإمام أحمد: فأنت كذا تقول، إنه مخلوق وكل مخلوق يموت. فقال المعتصم: قهرنا أحمد، قهرنا أحمد، قهرنا أحمد. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.